أهلا بكم يا أصدقائي. سبحان الله، خليل باشا الجندلي رتب لهاري الإعدام، وإنه الفاعل في قضية سليمان بلطة أغلو مفيش بعدها يتهم في قضية أكبر، وهي مقتل البريم الأخ الأصغر للقائد فرانشيسكو. زي ما حاول يبعد عن نفسه قضية عملها فعلا، يلاقي نفسه متهم في قضية مقتل البريم اللي ما عملهاش. الحقيقة أصدقائي، خليل باشا الجندلي بدأ بحركات استباقية، وبدأ يحرض الجميع على إسحاق باشا تحسبا ان يتهموا في قضية سليمان بلطة أغلو. فبدأ بتحريض زغنوش ان إسحاق باشا طمع في السلطة والمنصب اللي بعد السلطان محمد الفاتح، اللي هو منصب صدر الدولة الأعظم، وبكده يعد في المنصب زغنوش وخليل باشا. مش بس كده، بدأ يحرض السلطان محمد الفاتح على إسحاق باشا، وقال له ان الأوهام اللي في رأس إسحاق باشا هي اللي دفعته لارتكاب الخطأ. واضح يا أصدقائي إن خليل باشا الجندلي أعلن الحرب على إسحاق باشا. أعتقد يا أصدقائي إن إسحاق باشا هيبلغ شكوكه ناحية خليل باشا الجندلي للقاضي خضر شلبي، وإنه لا أصل لخليل باشا في خيمة سليمان بلطة أغلو. القاضي خضر شلبي هتزيد شكوكه بخليل باشا الجندلي، كمان هيساندوا السيد بالي وكورتوجو دوغان، وهيكونوا في صف إسحاق باشا. فهل هيتابعوا خليل باشا الجندلي لحد ما يمسكوا دليل عليه، أو يبلغوا شكوكهم للسلطان محمد الفاتح اللي هيقول لهم إنهم ينتظروا لحد ما يتحرك خليل باشا الجندلي؟ أعتقد يا أصدقائي كشف خليل باشا الجندلي مسألة وقت، خصوصا العين أصبحت عليه، والأحداث الجاية هتخليه يغلط ويسيب دليل عليه. من ناحية تانية يا أصدقائي، المعسكر البيزنطي عرف إن ابن السلطان محمد الفاتح الأمير بايزيد وزوجته في طريقهم إلى ساروهان، وأبلغوا القائد فرانشيسكو بالخبر. أعتقد بعد مقتل البريم هيسعى القائد فرانشيسكو للانتقام، وهيحاول يخطف ابن السلطان محمد الفاتح وزوجته علشان يطلب مكانهم خليل باشا الجندلي الانتقام منه. كمان تابعنا خليل باشا الجندلي بيطلب من أتماجة إنه يقتل شخص معين. يا ترى مين الشخص ده؟ هل هيكون إسحاق باشا أو كالندر أو القاضي شلبي أو شخص آخر؟ أعتقد يا أصدقائي إن السلطان محمد الفاتح في الإعلان قال إنه هيقابل القائد فرانشيسكو ومعاه خليل باشا الجندلي. هل المقصود أتماجة يوصل ويقوم بقتل القائد فرانشيسكو، وبكده مفيش معنى من تسليم خليل باشا الجندلي، وكده يكون تخلص من قضية البريم؟ وفي نفس الوقت يا أصدقائي هينضم جنود فرانشيسكو لمعسكر بيزنطة والانضمام لقسطنطين، وبالتالي يصعب عملية فتح القسطنطينية. الحلقة الجاية يا أصدقائي أعتقد هتكون الأحداث متشابكة وسريعة. فهل هيتم خطف الأمير بايزيد وزوجة السلطان؟ وهل هيتم تبرئة خليل باشا الجندلي من قضية البريم الأخ الأصغر للقائد فرانشيسكو؟ ولو تم تبرئته يا أصدقائي، هل هيتم إثبات إنه الفاعل في قضية سليمان بلطة أغلو؟ بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.